العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم، أيها السادة والسيدات من الفضائيات نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. برامج تنموية كبرى في إقليم القاش بركة. جمعية المعلمين الوطنية تتباحث مع المعلمين في فروع. بناء فصول إضافية في مدرسة الصم بكرن. الصين تفرض الحجر الصحي على مدينتين. باريس وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية. تركيا تشير إلى أن منظومة الدفاع الروسية لا تهدد الحلف الأطلسي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت إدارة إقليم القاش بركة بأن برامج تنموية كبرى تشمل حماية التربة وحفظ المياه ورفع الإنتاج والتشجير، وستنفذ هذا السنة في الإقليم بمشاركة وتنظيم قوي للشعب وكافة الجهات. وأوضح حاكم الإقليم السيد أبرهة قرزة في الاجتماع الذي عقد يومي 21 والثاني من يناير في مدينة بارنتو أن العمل سيجري لاستغلال قدرات التنمية الواسعة وتنفيذ برامج حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وتطوير المجاري التحويلية للسيول لرفع الإنتاج الزراعي. وفي المجال التعليمي أكد اهتمام إدارة الإقليم لتعزيز المشاركة وكفاءة العملية التعليمية. وبحث الاجتماع بتوسع جهود توفير الخدمات الصحية والمواصلات وبرامج الأنشطة الثقافية والرياضية. وأكد حاكم إقليم القاش بركة على العمل لتقوية أنشطة النافذة التنموية بتنظيم كافة قطاعات المجتمع. من جانبه دعا منسق التصدي التنموي في الإقليم القببي العميد تخلق فلاي لتقوية العمل المنسق لنتائج فاعلة لحزمة برامج التنمية وخاصة تفعيل التحصيل الضريبي للماشية والزراعة الريفية. وقدم المختصون محاضرات في الاجتماع حول إيجارات البيوت وأعمال السجل العقاري. وطلب الاجتماع لحل نواقص المعدات وأدوات العمل لتنفيذ فاعل لبرامج هذا العام. بحث فرع جمعية المعلمين الوطنية بإقليم شمال البحر الأحمر في 19 من يناير الحالي مع المعلمين في مديرية فرع مهمات الجمعية والبرامج المستقبلية. وقدم مسؤول الجمعية الأستاذ عثمان صالح توضيحا مفصلا حول خلفية الجمعية والإنجازات المحققة والتحديات، مشيرا إلى إسهاماتها الكبيرة في تمتين الوحدة والمودة والمحبة بين الأعضاء وتطوير تنمية قدرات الأعضاء وترسيخ الأخلاق المهنية. كما تطرق اللقاء على المساعدات والدعم الاقتصادي المقدم للأعضاء فيما يتعلق بالمرض والوفيات. وأشاد المشاركون بدور الجمعية المهم مناشدين كافة الأعضاء للقيام بعمل حثيث لتطوير ذلك، مطالبين بتنظيم دورات تأهيلية بما يرفع من قدرات الأعضاء، وأن يكون القرض المالي المقدم بمناسبة الأعراس بالدعم وتغطية الجمعية منصرفات طب الولادة وغيرها من الآراء. وتضم جمعية المعلمين حوالي 12,000 عضو على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر. تجري أعمال بناء فصول إضافية وغرف سكن بتكلفة أكثر من 5 ملايين نقفة في مدرسة الصم الداخلية بمدينة كرن. وأوضح المشرف على مدارس الصم في الكنيسة الإنجيلية الإرترية الأستاذ مدحن يوحنس أن أعمال البناء تشمل مبنيين من 6 فصول وغرف للدراسة والسكن بمبادرة حكومية للمساعدة لاستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب. وقال أن المدرسة تهدف لتمكين الصم من الدراسة واكتساب المهن وجعلهم مواطنين منتجين. وذكر المهندس ولد رفايل والديت المتابع لأعمال البناء أن أعمال البناء ستنتهي بعد 4 أشهر. وتأسست مدرسة الصم الداخلية في كرن عام 1955 وتعتبر الأولى من نوعها في شرق أفريقيا، وتقدم التعليم حاليا ل 92 طالبا، بينهم 45 طالبا من البلاد عامة من الصف الأول وحتى الصف الخامس. يقوم الإريتريون المقيمون في مختلف الدول بتنظيم نشاطات دبلوماسية شعبية مختلفة
تتناول سيمينارات حول الأوضاع الراهنة وحوارات جماعية واجتماعات لتقييم أنشطتهم السنوية وغيرها من البرامج. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم محمد. نظم الإرثيون في شتوتغارت وفرانكفورت الألمانية وستوكهولم السويدية وجوبا بجمهورية جنوب السودان وبلبين السويسرية وبولونيا الإيطالية نظموا أنشطة دبلوماسية شعبية مختلفة. ووفق المعلومات الواردة إلينا نظم الإرثيون بشتوتغارت وفرانكفورت الألمانية في 18 و19 من يناير الجاري سيمينار جماهيري واسع تحت الشعار التنمية الاقتصادية الثروات والفرص في إريتريا. وفي الكلمة التي أدلى بها مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية في السفارة الإريترية بألمانيا سيد كحساي تولدي قال إن استراتيجية الحكومة الإريترية والرؤى الثاقبة طويلة المدى عمل لتوظيف الموارد البشرية والمادية المتفانية للتنمية، وأن رؤيتنا الوطنية هو بناء إريتريا الحرة المزدهرة التي تتمتع بقيم الوحدة والمساواة. ودعا سيد كحساي المواطنين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتحسين الاقتصاد الوطني وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وإكمال أهم المتطلبات. كما قدم في المناسبة المستشار الاقتصادي في السفارة الإريترية السيد يوهانس إياسو تنويرا مفصلا يساعد الشروع في الاستثمار الخاص. في غضون ذلك بحث فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ستوكهولم السويدية أنشطته لعام 2019 ووضع برامج العمل لعام 2020. وألقت رئيسة الفرع السيدة شوا في السهية كلمة أوضحت فيها الدور الرائد التي لعبته المرأة الإريترية للتصدي لكافة العدائيات، داعية إلى تكراره مرة ثانية في تنفيذ البرامج التنموية الوطنية وتطوير المرأة. كما شهدت المناسبة سيمينار مهني حول أضرار الأمراض الذهنية والمشاكل الصحية وسبل علاجها. بدوره عقد فرع المرأة في مدينة بين السويسرية في 18 من يناير الجاري اجتماعا ناقش فيه برامج 2020 والرسالة المرحلية. وقدمت في المناسبة تقارير مالية وتأطيرية وإدارية وشهدت نقاشا موسعا من المشاركين. كما قدم القائم بأعمال السفارة الإريترية ومندوب إريتريا في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف السيد آدم عثمان توضيحا مفصلا حول سبل العمل وعلاقات الجهات الاجتماعية في السفارة في البرامج التنموية والدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الجماهيرية. من جهة أخرى نظم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جوبا بجمهورية جنوب السودان في 19 من يناير الجاري حوار جماعي حول الحفاظ على الثقافة ونقل القيم. وأوضح الحوار الشبابي بأن الثقافة تعد من أهم علامات المجتمعات الرئيسية، ورغم أنها تتمتع بسلوك التغيير والترابط والتلاقح، إلا أن الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال المتعاقبة يلعب دورا كبيرا في ازدهار وتحضر الدول والأمم. كما شهدت مدينة بولونيا الإيطالية في 19 من يناير الجاري المؤتمر الرابع للجنة إعلام الجالية. وفي الاجتماع الذي قدم فيه التقرير حول الأعمال المنجزة والتحديات، أوضح سفير إريتريا في إيطاليا سيد فصحسيون بيطرس إسهامات وطنية مشهودة للجنة، إلا أنه يتطلب جهود حثيثة لتطور أكثر. في الختام اختار المجتمعون لجنة إدارية جديدة لإدارة شؤون اللجنة لفترة عامين. عقد سيمينار في مديرية دبروة ل 550 من ممثلي السكان وإدارات الضواحي ولجان القرى وعمال المؤسسات الحكومية حول مكافحة الجريمة. هدف السيمينار لرفع وعي المجتمع عامة والشباب خاصة بالقانون والمساهمة لمكافحة الجريمة والمخالفات القانونية. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في مركز شرطة مديرية دبروة السيد بوتو أملاق عند مريم أضرار انتهاك القانون والجريمة الناتجة بسبب الإهمال، وأشار إلى وقوع 75 جريمة و359 مخالفة السنة الماضية، ويعد ذلك انخفاضا بنسبة 41% عن العام السابق، ومصرع شخصين في الحوادث المرورية التي تسببت بتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 1,000,000 نقبة. وناشد المجتمع عامة ورجال الدين وإدارات الضواحي ولجان القرى خاصة التعاون لكشف الجنات والحفاظ على القيم السمحة للمجتمع.
تخرج 125 شابا في مديرية سجنية الإقليم الجنوبي تلقوا دورات مهنية تتفاوت ما بين 3 و6 أشهر، وتهدف الدورات التدريبية على اكتساب الشباب المهن وفتح فرص العمل للاعتماد على ذاتهم، واشتملت على تصفيف الشعر والأدوات الموسيقية وغيرها من أنواع المهن. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية سجنية السيد يوهانس جبر مسكال أن بناء الشباب يعني بناء وطن مزدهر، لذلك تولي إدارته هذا الشأن أولى أولوياتها، مناشدا الشباب في المديرية للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لهم. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. اتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ بالانتشار في سائر دول العالم، ما تسبب بفرض حجر صحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ووهان، وهي مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينة مجاورة. وأعلن المقر العام المكلف لمكافحة الوباء على المستوى البلدي أن السكان لا يجب أن يغادروا ووهان من دون سبب محدد، وأوضح أن هذا القرار اتخذ بهدف منع انتشار الفيروس بكثافة، وفي وقت تستعد الصين للدخول في عطلتها الطويلة لمناسبة رأس السنة الصينية الذي تشهد كل عام تنقل مئات ملايين الأشخاص. وأعطى الرئيس الصيني شي جين بينغ إشارة للتحرك، داعيا إلى التصدي بحزم للوباء الذي لم يمكن حتى تلك اللحظة يحتل العناوين الكبيرة للصحف. وفي جنيف رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدحانون بإجراءات قوية جدا اتخذت الصين، معتبرة أنها ستحد من مخاطر انتشار الفيروس عالميا. أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إطار عمل مشترك لإنهاء الخلاف المتعلق بفرض ضرائب فرنسية على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة. وقال الوزير عقب محادثاته مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل دولي مشترك. وأضاف أن الاتفاق ينص على إرجاع فرنسا مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية في ديسمبر 2020، في حين تعلق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن منظومة الدفاع الجوية الروسية إث-400 تتوافق مع حلف الشمال الأطلسي الذي يتعين عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها. وأضاف المسؤول أن الزعم هو أن منظومة إث-400 وطائرات F-35 غير متوافقتين، مقترحا تشكيل مجموعة عمل ويمكن للحلف أن يرأسها للخبراء مطلق الحرية لإجراء التقييم. وذكر جاويش أوغلو خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن اعتقاده بأن إث-400 وإف-35 متوافقتين إلى حد ما. احتفظت فتاة هندية تبلغ من العمر 17 عاما بلقب أطول شعر في العالم منذ أكثر من عقد، بعد أن توقفت عن قص شعرها بسبب تجربة سيئة في صالون الحلاقة، وذلك عندما كانت في سن 6 من عمرها. نيلاتشي باتيل وبعد 11 عاما أصبح طول شعرها يبلغ 190 سنتيمترا، الأمر الذي جعلها تحتفظ بلقب جينيس للأرقام القياسية الذي سبق وأن تحصلت عليه في العام 2018. الفتاة المنحدرة من بلدة موداسا الصغيرة الواقعة بولاية جوجرات في الهند تفوقت على باقي المرشحات وفقا لسجلات جينيس للأرقام القياسية في العام 2018، حيث كان يبلغ طول شعرها 170 سنتيمترا. وعلى باتيل ارتداء أحذية ذات الكعب العالي لتفادي ملامسة شعرها الأرض. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.